ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احلى كاسات كنافه هنعملها. زي ما انتم شايفين كده، دي منجايه نوعها كيت. هنقشرها زي البطاطس كده. تمام. وبعدين نقطعها من الناحيتين لحد البذر كده، ونقطعها شرايح ونعملها ايه، مكعبات. هنعمل كاسات كنافه بالمانجا تحفه كده، ان شاء الله تعجبكم. والكريم شانتيه والكريمه اللباني جميله جدا، ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت بس تخشوا تحت الفيديو، تحطوا لايك وتحطوا كومنت كده جميل زيكم. ولو الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك، اللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك ويفعل جرس الكل عشان يوصل لكم كل جديد. قطعناها بقى ايه، شرايح زي البطاطس كده، وبعدين مكعبات صغيرة. تمام. وبعدين بعد ما هنخلص المانجا هنعمل الكريم شانتيه، وبعدين نحطه في الفريزر ايه، يسقع شوية. تمام. يعني ايه، لما تيجي تشتغلي اشتغلي بنفس الترتيب اللي انا ايه اشتغلت بيه كده، علشان انت ايه تيسري عليكي الدنيا وتبقى ايه سهله معاكي. مش هتاخد معاكي نص ساعه، وهتبقى احلى تحليه. تمام. طيب هنا كيس كريم شانتيه بالكريمه اللباني. تمام. وهنحط عليه 125 ملي ميه ومعلقتين سكر بودره كبار علشان الكريمه اللباني. طبعا انا ملحقتش، يعني انا كنت جيت اصور الميه وانا بحطها ميه ساقعه متلجه. كانت الكاميرا مقفوله، فانا حطيت 125 ملي ميه. تمام. وبعدين نضرب بقى على اعلى سرعه. تمام. لحد ما يطلع معانا ويسيب علامات كده، المضرب تلاقيه عمال يسيب علامات كده ويتقل معاكي الكريم شانتيه. بصوا زي او بص سايب علامات ازاي. هنحط بقى الكريمه اللباني بتاعتنا. انا جايبه تمن كريمه لباني من اللبان. تمام. تمن كريمه لباني بتدي طعم وتست جميل قوي 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 للكريم شانتيه مع الكنافه، او مع اي حلويات انت بتعمليها. يعني انا حتى لما بعمل تورت برضو بعمل نفس القصه. وهنقلبها بالمضرب، يعني هنقلب الكريمه مع كريم شانتيه بالمضرب، يعني حوالي لفتين ثلاثه بالكتير، لان لو زودتي عن كده الكريمه يعني هتخرج الميه بتاعتها في الكريم شانتيه وهتطريه. بصوا يعني لفتين بس كده ايه، يختلطوا مع بعض. طيب الكنافه بقى، يعني نص كيلو، وتكوني مجمده في الفريزر من قبلها بيوم، وتطلعيه من الفريزر تفركيه كده لحد ما يبقى معاكي كده بودره ناعمه كده زي ما انت شايفه. تمام. بصوا. وهناخدها بقى 4 معالق سمنة فلاحي كده كبيرة، جاموسي او بقري او سمنة نباتي، تكون ريحتها حلوة اللي انت تحبيه. بس طبعا لو بلدي عندك يبقى احلى واحلى يعني. وعلى نار واطية كده، ونفضل نقلب بسرعة ومن كل الجناب لحد ما كلها تاخد لون واحد معانا، على نار واطية. ها، يعني لو زودتي النار ممكن تتحرق منك. بصوا لحد ما تاخد اللون الذهبي كده، وبعدين نفضيها في حاجة تانية تبرد. تمام. فضيها في بولة بقى تانية تبرد. هي كده خلاص خلصت. بصوا بقى الكنافة بعد ما خلاص خلصناها وفضيتها في البولة علشان تبرد. بصوا لونها كلها واخدة لون واحد. هناخدها بقى ونرص الكاسات بتاعتنا. طبعا العسل دوت انا ما عملتلكوش فيديو عسل، يعني طريقة الشربات او السيرب، لان انا عاملاه كذا مرة في القناة. ده كان عندي في الفريزر بقاله بتاع يعني شهرين، والله العظيم يا جماعة. انا بعمل بزيادة وبشيله في الفريزر. بحط كوبايتين سكر على كوباية مية، ونص ليمونة، ومعلقة نقطتين كده فانيليا او معلقة فانيليا صغيرة. تمام. وما بقلبش السكر نهائي، بسيبه يدوب في قلب المية. وبعدين يعني ببقى عاملاه كده مستوى السمك بتاعه لا خفيف ولا تقيل زي ما انت شفتي كده. واللي بيزيد مني بقى بشيله ببرطمانات في التلاجة، ما بيجرالوش اي حاجة. هنا فضينا معلقتين كنافة في كل كاس زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نسويهم في الكاسات. ماشي. وبعدين هنشربهم السيرب او الشربات بتاعنا. هنحط على كل
كاس كده حوالي 3 معالق. ماشي. انت بس بتساوي الكنافة، يعني ما تكبسيهاش علشان ايه ما تمسكش منك. بس ادي 3 معالق اهو كده. بصي شربناها الشربات، ونحط بقى على بقية الكاسات بتاعتنا. والله يا جماعة ما بتاخد وقت، يعني عايزة اقولك المجهود اللي انت بتعمليه انك بتحمري الكنافة. وهنا بقى ناخد معلقة كريم شانتيه كبيرة، وبعدين من النص كده ونفرد للحروف علشان ما تطلعش الكنافة معاكي في الكريم شانتيه، فاهميني؟ من النص كده ووزعي على بره على الجناب. بصي هتلاقيني بحط المعلقة في النص اهو، وبفرد بوزع على ايه، على الجناب بتاعت الكاس. بصوا اهو، عشان يغطي الكنافة والكنافة ما تطلعش في الكريم شانتيه. بصوا سهلة اهي. على فكرة انا عاملة برضو كاسات كنافة بس بالشوكولاتة، كريم شانتيه بالشوكولاتة، وحط عليها صوص شوكولاتة كده، كانت جميلة قوي. يعني اللي عايز يتفرج عليها هيلاقيه موجود على القناة. ما تنسوش بس تحطوا لايك وتعملوا اشتراك لو الفيديو عجبكم، وكومنت كده حلو زيكم. نخلص بقى بقية الكاسات بتاعتنا. حطيت بقى على كل كاس، على كل يعني كاس من فوق الكريم شانتيه كده معلقة كنافة وسويتها، وبعدين هنحط عليها ايه معلقتين شربات زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نحط طبقة كريمة كمان. خلاص كده احنا خلصناهم. يعني حطينا فوق فوق الكريمة كنافة، قصدي حطينا فوق الكريمة مكعبات كده مانجا، وبعدين حطينا معلقة كنافة وحطينا عليها معلقتين شربات، وبعدين على الوش بقى كده شوية ايه كريم شانتيه بالكريمة كده حوالي معلقة، ونزين كده بمعلقة ايه مانجا مكعبات. تمام، يبقى طبقة كنافة وطبقة كريمة وعليها معلقة مانجا مكعبات، وعليها معلقة كبيرة برضو كنافة وسقيناها بالشربات، وبعدين الطبقة الأخيرة معلقة كريمة برضو كبيرة، ونسويها كده عشوائي، ونحط معلقة ايه مانجا مكعبات على الوش كده ايه للتزيين. بصوا تساوي كده من الحروف لجوه اي شكل عشوائي كده كده ايه هنحط مانجا على الوش يعني. طبعا في مانجا تحت الطبقة بتاعت الكنافة اللي على الوش، مانجا مكعبات برضو. خلاص بصوا اهو، معلقة بقى مانجا مكعبات. جميلة 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 والله العظيم، كانت تحفة. لو ما تجربوها كده ان شاء الله هتدعولي بإذن الله. بصوا الجمال، بصوا الطبقات. يبقى طبقة كنافة، طبقة كريمة، عليها معلقة مانجا مكعبات، وبعدين عليها معلقة كبيرة كنافة برضو سقيناها بالشربات، وبعدين بقى للتغطية في الآخر حطينا بقى ايه معلقة برضو ايه كريم شانتيه كده بالكريمة اللباني، وعلى الوش كده معلقة ايه مانجا مكعبات كده للتزيين. بصوا الجمال، يعني بتتكلم عن نفسها بجد، وما خدتش وقت. وطبعا لو هتشتريها من بره هتبقى مكلفة جدا، وبرضو مش هيبقى عليها الخامات اللي انت عامله بيها. يعني لو عندك سمنه فلاحي مش هيبقى مضمون ان اللي هتجيبيها من بره هتبقى بسمنه فلاحي، ممكن تبقى نباتي ومتعززه بطعم وريحه. بصوا الطبقات، وبصوا الجمال. الكريمه برضو بتبقى كريم شانتيه بس نباتي، ما بيبقاش محطوط عليه كريمه لباني زي ما حطينا. بصوا بتتكلم عن نفسها بجد. يا رب يعجبكم الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.